فالحمد لله فكما شفتوا فالله سبحانه وتعالى وفقنا اننا نوصلوا لمباراه النهايه. هذا الشيء هذا اللي قبل هذه واحد 4 شهور ولا 5 شهور كان حلم بالنسبه لهاد الاطفال هادو، والحمد لله فهما اشتغلوا وخدموا وامنوا، وان شاء الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا. وحنا اليوم كنمثلوا المغرب في نهائي كاس العالم لاول مره في التاريخ ديال الرياضه المدرسيه. وبغيت نشكر كاع المتدخلين في هذا الشان، لا من الجانب ديال السيد الوزير ولا السيميري المدير ديال الارتقاء بالرياضه المدرسيه، ولا الساده مدراء الاكاديميات، ولا المدراء الاقليميين، ولا رؤساء المؤسسه اللي كيديروا واحد المجهود كبير باش انهم يحاولوا يوفروا لهاد الوليدات هادو متسع من الوقت بالتدريب في اطار البرنامج ديال دراسه ورياضه. وهذا المشروع فهو مازال جنين في الكرش ديال الام ديالو. يلاه هذه 6 شهور باش بديناه، والحمد لله كنشوفوا الثمار ديالو. هذا كيثبت بان التلميذ المغربي فهو تلميذ ذكي، تلميذ مثابر، وكيمكن له انه يوصل ويمارس على اعلى مستوى وديما مغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي وليد الورطي، حارس المنتخب الوطني المغربي وقائد الفريق. اليوم تمكنا من الولوج الى المرحله النهائيه من بطوله العالم. الحمد لله تمكنا من الفوز على المنتخب السعودي رغم كنا متعطلين في النتيجه في الاول بهدف ل0، ولكن الحمد لله الدراري ديالنا ما حطوش يديهم وبقينا مقاتلين رجال بالروح الفاسيه والروح المغربيه، وتمكنا من الفوز بهدفين مقابل هدف والرجع في المباراه وحققنا ريمونتادا كما كيقولوا. والحمد لله سنواجه المنتخب الفرنسي في النهائي، والحمد لله ان شاء الله غادي نتمكنوا من الفوز عليهم باذن الله ان شاء الله. لما كتهديو وهذا الفوز هذا كنهديو الرياضي الاول محمد السادس نصره الله، وثانيا الشعب المغربي اللي متبعنا واللي مساندنا. شكرا.